دیدار کنیم. نحن سعداء جدا بتواجدنا وحضورنا هنا والالتقاء والاجتماع بإخوتنا في لبنان. با آقای نخست وزیر و الان هم با آقای نبیبری ملاقات داشتیم. حيث أجريت خلال هذه الزيارة اللقاء بدولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وكذلك الرئيس نبيه بري. جمهوری اسلامی ایران در همه شرایط پشتیبان ملت لبنان و مسئولین لبنانی است. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب الجمهورية اللبنانية حكومة وشعبا وفي كافة الظروف. مخصوصا در شرایط فعلی که شرایط سختی رژیم صهیونیستی برای ملت لبنان ایجاد کرده. وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيش خلالها الشعب الفلسطيني واللبناني يعني عيشة صعبة بسبب ما تقوم إسرائيل من الاعتداءات والجرائم ضدهما. و این رو ما یه وظیفه‌ای می‌دونیم که از ملت لبنان و خواسته های اون حمایت کنیم. ونحن نعتبر هذا الوقوف واجبا لنا في إطار دعم الشعب والحكومة اللبنانية. امیدواریم هر چه زودتر شرایط کشور شما بهبود پیدا کنه. ونتمنى وفي أسرع وقت ممكن أن تتحسن ظروفكم وظروف بلادكم. و مردم عزیزی که از مناطق جنوب مجبور شدن به بخش‌های دیگه برن بتونن به خانه‌های خودشون برگردن. حيث يتمكن بعد تسوية هذه الظروف الصعبة الشعب اللبناني العظيم الذين هم هجروا من منازلهم وأماكنهم من الجنوب بعد تحسين هذه الظروف أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم ومناطقهم. سفر ما برای این بود که بگیم ما در همه شرایط از ملت لبنان و مسئولین لبنانی حمایت میکنیم. فالهدف الأساس والرئيس لزيارتنا هذه لكي نقول بملء فمنا نحن سنقف إلى جانب جمهورية لبنان حكومة وشعبا وفي كافة الظروف. طبعا رایزنی های برای حل مسائل با یکدیگر داشتیم. وكانت لدينا خلال هذه الزيارة تشاورات وتبادل لوجهات النظر في مختلف المواضيع. من امیدوارم که انشالله مشکلات آلام مردم لبنان به زودی حل بشه. وأتمنى حلحلة كل هذه المشاكل والمصاعب التي يعيشها لبنان وحكومة لبنان بأسرع وقت ممكن. ان شاء الله موفق بشید. وفقكم الله. هل اليوم هل شئتم اليوم لنسف الوثيقة الأمريكية؟ هل شئتم اليوم لنسف الوثيقة الأمريكية؟ هل شئتم شكرا. هل تدعمون الرئيس لحظة هل الرئيس قرار 1701 تصمیم لبنان رو در خصوص توافق 1701 رو آیا اون موضعی که داره رو قبول می‌کنید؟ ما هر موضوع مهمی که مسئولین لبنان و مقاومت لبنان بپذیرن ما حمایت می‌کنیم. أي قرار يتخذه المقاومة اللبنانية أو أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية نحن نوافق عليه وندعم. هل شئتم لنسف الورقة والوثيقة الأمريكية وخصوصا بعد زيارة السفيرة بالأمس، الأمر الذي يعتبره فرقاء في لبنان أنه تدخل سافر في الشأن اللبناني؟ آیا شما میخواید اون سندی رو که دیروز به دست سفیر آمریکا اینجا به مسئولین لبنان داده شد رو برهم بزنید؟ چون عده‌ای هستن گروه‌های لبنانی فکر میکنن که ایران با این کار قصد مداخله در امور داخلی لبنان داره. ما دنبال برهم زدن چیزی نیستیم. نحن لا نسعى وراء نسف أي شيء. ما دنبال حل مسائل هستیم. بل نحن نريد حل المشكلة. ما در همه شرایط پشتیبان ملت لبنان هستیم. وفي كل الظروف نحن واقفين إلى جانب لبنان. اونهایی که به هم میزنن نتانیاهو و دار و دسته او هستند. الذي ينسف الأوضاع
هو نتنياهو وأنصاره وأعوانه. دوستان و دشمناتون رو بشناسید. فعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم. دكتور علي الجيزاني، هل نقلتم رسالة من السيد علي آیا پیامی رو از سمت مقام معظم رهبری به جناب آقای بری ارسال داشتید؟ بله. نعم تم نقلها. هناك من يتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها تخلت هناك من يتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها تخلت عن المقاومة. ادعی میگن که ایران از مقاومت دست برداشته. شما پاسختون به این ادعا چیست؟ فکر میکنم شما به حرفهای شوخی رو خیلی جدی میگیرین. اعتقد بانكم تأخذون هكذا مزاحات محمل الجد. کی این حرفو زده؟ من الذي يعني روج لهذا الكلام؟ الوقائع. واقعيتها. ما نتحاور. حضور ما اینجا چیه؟ هل من رسالة حضور ما در اینجا ما هي رسالة إيران لحزب الله اليوم في ضوء هذه الحرب المدمرة؟ پیام ایران به حزب الله در چارچوب در سایه این جنگ ویرانگر چیست؟ حزب الله یک جریان رشیدی است حزب الله هو طيار صلب ورشيد، و ملت لبنان هم ملت رشیدی است وإن الشعب اللبناني هو شعب عظيم، و خودشون میدونن چیکار کنن. وإن حزب الله هم بأنفسهم يعرفون كيف يتصرفون. ما در همه شرایط از مقاومت حمایت میکنیم. نحن مثل ما قلنا سندعم المقاومة وفي ظل كافة الظروف، ولی خودشون میدونن چیکار باید بکنن. فإنهم يعلمون كيف يتصرفون. شكرا. شکرا. الأخير قلتم أنتم تدعمون المقاومة الإسلامية في لبنان، كيف تدعمون هذه المقاومة؟ شما چجوری حمایت میکنید الان به مقاومت اسلامی در لبنان؟ خودتون میدونید چجوری حمایت. انتم تعلمون كيفية هذا الدعم. هل قدمتم نقاط أساسية محددة ويعني ناقشتم 1701 مع الرئيس بري؟ آیا توافق 1701 رو هم با آقای بری به بحث گذاشتید؟ ایشون توضیحات خوبی دادن. هو قدم الرئيس بري تفاصيل جيدة. حتی حافظ شما